هل تعلم من هي أجمل امرأة خلقها الله عز وجل؟ كل شخص يحب دخول الجنة يضع لايك واشتراك ويستغفر ربه في التعليقات 3 مرات، واعلم أن يدك شاهدة عليك يوم القيامة. سارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام. سارة هي أجمل بشرية بعد أمنا حواء من شدة جمالها، مع أنها كانت كبيرة في السن، فقد أسرت بعد أن أعجب بها أحد ملوك مصر، لكن قبل أن يمسها دعت عليه، فشلت حركته، وعندما أدرك أنها ليست امرأة عادية فك أسرها وقدم لها هاجر هدية. ومضت السنوات حتى تخطت السيدة سارة 90 من العمر، وقد ارتضت بنصيبها من الدنيا ونست حلمها بالأمومة، إلا أن الله لم ينس تلك الأمنية، بل حقق أمنيتها وحسب، وإنما جعلها أم الأنبياء وجعل أكثر الأنبياء فذرية إبراهيم منها. وبعد أن كانت عجوزا عقيما يئست من الأمومة والإنجاب، أصبحت أما للأنبياء وزوجة النبي إبراهيم وأم النبي إسحاق. أبو النبي